السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في عفريت البرفانات مع وليد أنور. يا هلا. الفيديو رقم 3 النهارده. 3 فيديوهات كده بنعتمد عليهم إن شاء الله في حياتنا بعد كده، والمسلمات اللي نشتغل عليها وعشان نطلع منتج مش اللانهاية بقى. أنت هتبدأ من بعد اللانهاية إن شاء الله بإذن الله. فالفيديو الأول خدنا فيه إن مفيش حاجة اسمها ميكس طبعا. ميكس يعني حاجة تحط على حاجة لأ. النسب بتاعت تزود دي 5 جرام على لأ، لأن لو في حاجة تتحط على البرفيوم وتضاف كان ضافها الراجل اللي اخترع البرفيوم. تمام. تاني فيديو خدنا فيه المكونات الاساسيه للبرفيوم، اللي هي الحاجات المعتمده اللي مثلا الجليسرين والبنزوات والجلايكول، وطبعا الكحول اهو معايا معتمد 99.8 ومعانا المستلزمات بتاعتنا لو نسب قلنا 34 دي اعلى نسبه، ومعانا طبعا الميه المؤثره بتاعتنا بتاعت الصيدليه اهي. النسب 34% دي اعلى نسبه قلنا، لكن في برفيوم بيبقى القاعده بتاعته خشبيه او شرقيه تقيله، ممكن تقلل منها النسبه تبقى 25%، تبقى برضه حاجه جميله جدا لو التزمنا بالمعايير بتاعتنا كلها اللي احنا قلنا عليها. كده وصلنا لنهايه الجزء الاول من الفيديو، ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك وخمسه وراجع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في عفريت البرفانات مع وليد انور. يا هلا. تركات سريعه بقى هنقولها في الجزء الثاني من الفيديو. اول تركايه لازم نخلي بالنا بين الصيف والشتاء. في الصيف درجة الحرارة عالية بتأثر على البرفيوم وثباته، فنحاول نزود التركيز أو ناخد برفانات قوية. في الشتاء الجو جميل طبعا. تاني تركات التاجر اللي بيبيع معانا، حاول لما تيجي تشتري نوع برفيوم تشتري نوع يكون في إزازة ألمونيوم مغلفة ومتبرشمة زي دي كده. متبرشمة أضمن ما تجيب 100 جرام أو 50 جرام في إزازة بلاستيك. وفي عبوات من دي خلي بالكم بالتمن الكيلو والربع كيلو، يعني ما في شركات بتنزل تمن وربع، فنحافظ على كده. بعد كده الاهم في الفيديوهات كلها ازاي تطول عمر البرفيوم، ازاي تخلي ثباته اعلى. بترجع لنقط. اول نقطه ان انت ترش على اماكن النبض زي الرقبه زي الراس. وسمعت مؤخرا ان برضو الشعر بتاع الراس بيحافظ على، اي نعم انا اقرا بس ما فيهوش دعوه، بيحافظ على ثبات البرفيوم وقت اطول. الزيوت دي زيوت حلوه. بعد كده بنحاول نحافظ على البرفيوم في درجه حراره الغرفه، درجه الحراره العاديه. ما نخلوش مثلا في تابلو العربيه مع السخونيه بيتعرض للشمس كتير، كل ده غلط. رابع حاجه، نحاول نرطب جسمنا قبل ما نحط البرفيوم، يعني ناخد مثلا شاور، نحط لوشن، بتزود معانا مدى الثبات بتاع البرفيوم. في بقى يا جماعه معلومه جامده، يعني ليه الناس بتوع الميكس ما بيجوش ميكسات حريم؟ ليه؟ اشمعنى رجاله بس؟ في هنفرق بين الراجل والست في الموضوع ده كمان. المهم، انا قبل ما اقول لكم على اي حاجه بحاول ابحث كتير وادور في مراجع كتير وعلى النت وبسال اصدقائي، بس بسال التجار وخبرتي، وببدا عشان اطلع حتى نطق البرفيوم، نطق اسم البرفيوم بدور عليه عشان اقوله صح قدامكم. كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك، والى ان نلتقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.